اهلا بيكم في افكار ووصفات مع روني. النهارده هنعمل مع بعض وصفه ترند، مش اول مره تشوفوها، لكن انا ضفت عليها حاجات جديده ودت الوصفه والطعم في حته تانية خالص. هنعمل مع بعض مكرونه مسلوقه بالصلصه، لكن الصلصه النهارده فكرتها جديده وطعمها رهيب. تعالوا مع بعض نشوف مكونات الصلصه. انا جايبه طماطم هقطعه على 4، وهجيب حله وهبتدي احط فيه الطماطم اللي قطعتها، وجبت 3 بصلات وهقطعهم على 4 واحطهم مع الطماطم. بعد كده هجيب حوالي 9 فصوص توم احطهم في الحلة، واحط ربع كوباية مية وهغليهم 10 دقايق على البوتاجاز. بعد كده هضربهم في الخلاط ومش هصفيهم. جبت حلة فيها زيت وقطعت بصلتين متوسطين قطع صغيرة، وهبتدي هقلبهم لحد ما يبتدوا يتبلوا معايا بالشكل ده. السر معانا النهاردة هنحط معلقة سكر كبيرة، دي هتكرمل البصل وهتخلي طعمه خطير جدا. بعد ما وصل للون ده البصل هنحط مكعبين مرقة خضروات، وهبتدي اقلب تاني لحد ما يدوبوا خالص مع البصل. وبعد كده هنحط 3 معالق كبار صلصة. الخطوة دي مهمة جدا لان هتخلي طعم الصلصة جميل، وهتخلي لون الصلصة احمر قوي، وهتديها تقلي كده شوية. هبتدي اقلب الصلصة كويس قوي مع البصل بالشكل ده. وبعد كده هجيب العصير الطماطم اللي انا ضربته، هقلبها بالشكل ده. وبعد كده هبتدي دلوقتي احط عليها البهارات بتاعتها. انا هحط معلقة صغيرة كمون، ومعلقة كزبرة ناشفة، ومعلقة فلفل اسود، وهبتدي اقلب الخلطة الجميلة دي. ريحتها جميلة جدا بجد، انتوا لازم تجربوها عشان تعرفوا انا بوصفها ازاي. وهسيبها تغلي 10 دقايق بالظبط. بصوا بعد ما غليت شكلها جميل ازاي، رهيبة قوي 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 قوي. هاخد من الصلصة دي دلوقتي شوية كده 4 أو 5 معالق في الحلة. وانا جايبة مكرونة اللي هي الصغيرة الملوية، ممكن تستخدموا مكرونة مقصوصة اللي هي العادية مش ملوية، ممكن تستخدموا اسباجيتي القلم، النوع اللي بتحبوه. سلقتها طبعا 80% مثلا. بعد كده قلبتها 3 دقايق بالظبط على البوتاجاز. بصوا شكلها جميل وطعمها هيبقى رهيب. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها، وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير ومتابعه.